بصوا هجيب لكم من الاخر. مفيش حاجه اسمها راجل بيلم ست، ولا ست بتلم راجل. اللي عايز حاجه بيعملها بيعملها. اللي بيلم الست مش الضغط، مش كبت الحريات. اللي بيلم الست دماغها وعقلها، وقبل دماغها وعقلها ضميرها ودينها. بس اصل انا بلاحظ ناس كتير لما تلاقي ستات طالعه على الفيديو، في قصدي الفيديوهات يعني، او على السوشيال ميديا عموما، بتتكلم في مواضيع هي شايفه نفسها فيها، زي حالتي كده مثلا. يقول لك انت طالعه تعملي ايه على النت؟ انت بتقولي ايه؟ انت ما فيش حد كده، زي ما بيقولوا الستات كتير ما فيش لها جوزها فين، مع انها ممكن تبقى طالعه بحجاب ومحترمه زي حالاتي كده، مش طالعه ترقص ولا طالعه تقول حاجه، ممكن تقول حاجه تفيد ناس. فهي بتعمل الحاجه اللي بتحبها و... ولاقيه نفسها فيها، وممكن الحاجه دي تكون مثلا بتحقق لها سعاده، بتحقق لها مكسب، بتحقق لها اي حاجه. فحط في دماغك كده انت وهو، ان انت مهما تكون حمش ومهما تكون كده راجل في بيتك، مش هتقدر تلم الست لو هي مش مظبوطه. مظبوط لنفسه وبنفسه. انا اعرف حالات كتير رجالتهم شيوخ وناس والله تتوزن بالجرام، بالماظ. رجالتهم الماظ، بيعملوا خير كتير، مش عايزه اقول لكم هم بيعملوا خير، وستاتهم مش تمام، وهم ما يعرفوش. الدنيا كلها عارفه وهم ما يعرفوش. فهي لا بدينك ولا بسيطرتك على الست ولا باي حاجه، بضميرها ودينها ودماغها وتربيتها وامها. لما تيجي تختار واحده، بص لامها وبص لتربيتها بس.